طيب مساء الخير. احنا طبعا خلاص تعرفنا المره اللي فاتت على انت تقدر تركب كذا ايميل او كل ايميلاتك عموما على الاوتلوك. تمام. النهارده بقى هنتعرف على ازاي تركب ايميلاتك على الاوتلوك، سواء ايميل شركه او ايميل شخصي، اي ايميل ان انت تقدر تركبه على الاوتلوك. طبعا قبل ما نبدا الحلقه احنا هنتفق على حاجه، طبعا في خريطه عشان تبقى عارف انت فين، ولو في حاجه فاتت ممكن تقدر تتفرج عليها، لو حاجه اوريدي انت عارفها ممكن تعملها سكيب وتتفرج على اللي بعدها. تمام. طيب الحلقه دي فيها 3 حاجات. الحاجه الاولانيه ازاي هتركب ايميلك الشخصي على الاوتلوك وايميل الشركه، يعني اي ايميل موجود معاك بيوزر وباسورد تقدر ان انت تركبه على الاوتلوك. الحاجه الثانيه ازاي ان انت تنزل الاوتلوك عندك على الموبايل وبرده تركب عليه ايميلك الشخصي او ايميل الشركه. تمام. الحاجه الثالثه لو انت ما عندكش ايميل خالص تقدر ازاي تسجل ايميل، وده طبعا اسهل حاجه. طبعا كاني لسه منزل الاوتلوك، هندوس على ستارت ونكتب اوت بحيث ان احنا نلاقي الاوتلوك. دلوقتي اول مره بتفتح الاوتلوك طبعا مش مسجل عليه اي ايميلات، بيبدا يقول لك انا عايز الايميل. طبعا خلينا نبدا بالصعب. انا جايب دلوقتي حوالي 4 أو 5 ايميلات مختلفين، يعني ايميل على جيميل، ايميل على المايكروسوفت او الاوتلوك، وايميل او ايميلين على شركه. تمام. فخلينا نبدا بالصعب اللي هو ايميل الشركات. نكتب مثلا انفو. اوكي. في عندنا حاجه اسمها ادفانسد اوبشن، احنا مش هنتطرق لها دلوقتي، ولكن لان اخر ابديت موجوده على اوتلوك عاده 90% من الايميلات هو خلاص الاوتلوك بيعمل اوتوماتيك السيتنج الخاصه بالايميلات. فخلينا ندوس دلوقتي كونكت. هيبدا الاوتلوك يعمل سيرش على الايميل. زي ما احنا شايفين هو لقى ان الايميل موجود فعلا وطالب مني الباسورد. نكتب الباسورد وبعدين ندوس كونكت. طبعا هيظهر لي اي رساله هتظهر بالشكل ده، تبقى حاجات بتكون سكيورتي فهندوس عليها يس. هنا بيقول لي انا خلاص الايميل بتاعك تمام، فهروح دايس على دن. هيبدا يفتح لي الاوتلوك بالشكل ده وموجود فيه الايميل اللي هيبدا برده لما تدوس على الانبوكس هيبدا ينزل لي كل الرسائل اللي موجوده على الايميل. عايز اضيف ميل تاني بكل بساطه هتروح داخل على علامه فايل وهندوس على اد اكونت. لما تدوس على اد اكونت هيظهر لك نفس الرساله. هنكتب ايميل تاني وليكن ايميل معمول على مايكروسوفت. نكتب مثلا .com. تمام. وهنبدا ان احنا ندوس كونكت. طيب اول ما ندوس كونكت اوتوماتيك هو ترجم ان الايميل ده على الاوتلوك، فهنا هيبدا يحولني على صفحه جديده زي ما احنا شايفين، بحيث ان انت تكتب فيها الباسورد. يعني زي ما احنا شايفين كده جاست مومنت تكتب الباسورد. تمام. وبعد ما تكتب الباسورد هتروح دايس ساين ان، كانك بالظبط بتعمل ساين ان من على طريق الويب سايت. بمجرد ما تحط الباسورد وتدوس اوكي هتلاقي اوتوماتيك الميل كاونت سكسسفولي ادد. اوكي شكرا كده الايميل تم اضافته. هنا هنلاقي الميلين، الميل اللي نزل ده والميل التاني. تعالوا نضيف ايميل تاني على الجيميل. هندوس اد اكونت وهنكتب الميل الخاص بالجيميل gmail.com. زي ما احنا شايفين هو راح محولني، فتح لي صفحه جديده على الجيميل بحيث ان هو يعمل لينك ما بين الجيميل وبين الاوتلوك. هنا ده الميل بتاعي. طبعا لازم تكون متاكد ان الميل تمام مظبوط. نيكست. هتدوس نيكست هيقول لك اديني الباسورد. هقول له الباسورد اهو تقريبا الباسورد. طيب احنا حطينا الباسورد وعشان انا عامل سكيورتي فبيقول لي على الموبايل اكد لي ان انت، بحيث انت تدوس على زرار يس. اوكي هقول له تمام. بيقول لي طبعا زي ما احنا شايفين هنا اذن الوصول الى حسابك، ان مايكروسوفت بيستأذنك يعني ان انت تحط الاكونت الخاص بيك. هتدوس اوكي. تمام. وهتلاقي الايميل نزل على الاوتلوك بيقول لك خلاص تمام احنا حطينا الميل بتاعك على الاوتلوك. هندوس اوكي. اصبح كده عندك الميل هيبدأ ينزل بالايميلات الخاصه بيه كلها. تمام. هو زي ما احنا شايفين هتلاقي كل الايميلات بدأت تنزل. اصبح دلوقتي عندنا ايميل على الجيميل وايميل على شركه خاصه. تمام. خلينا نحط تاني ايميل على الاوتلوك. تمام. زي ما احنا شايفين هو نفس الكلام بيطلب منك اليوزر والباسورد. خلينا نجرب بقى ندوس على ادفانسد اوبشن. تمام. طيب هنا الشاشه اللي احنا شايفينها دي لو ظهرت لك، تمام، زي ما اتفقنا طبعا كل الايميلات اوريدي 90% منها الاوتلوك بيقدر ان هو يعمل السيتنج الخاص بيها. طيب بالنسبه زي ما احنا شايفين تقدر انت تختار جيميل لو او جوجل أو لو الايميل بتاعك على الجيميل. 90% من الشركات الايميلات بتاعتها اكستشينج واوتلوك. تمام. طيب عندنا ده طبعا للايميلات القديمه مش هنستخدمه خالص. طيب ايه الفرق بين البوب
الماب والاي ماب ان زمان كان بروتوكول BOP ده كل الايميلات اللي بتنزل بتروح اوتوماتيك رايحه على الاوتلوك. تمام، هل بيتفضل نسخه على السيرفر؟ لا، فمشكلته ان لا قدر الله حصل مشكله عندك على اوتلوك كل ايميلاتك خلاص راح. طيب الاي ماب ده بيعمل زي تزامن بينه وبين الاوتلوك والسيرفر. بمعنى ايه؟ ان انت لو مسحت رسائل هنا اوريدي هي موجود كوبي منها هنا، وبيبدا ان هو ايه يعمل تزامن ما بين الايميلات، بحيث ان الايميلات موجود منها نسخه هنا وموجود منها نسخه هنا، بحيث لا قدر الله حصل اي مشكله هنا، سطبت بقى اوتلوك تاني، الويندوز وقع، ايا يكن، بيبدا ان هو ياخد الايميلات تاني من السيرفر ينزلها على الاوتلوك. تمام، فده باختصار الادفانسد اوبشن او الاوبشن اللي موجود هنا. انت مش محتاج ان انت تعمل ده، لانه هو اوتوماتيك بياخد الايميل، يعمل السيتنج الخاصه بيه، يطلب منك الباسورد، وكده انت بدات ان انت تسجل او تقدر ان انت تحط الايميلات الخاصه بيك. الجزء الثاني ان احنا عايزين نحط الايميل او نركب الميل الخاص بينا على الموبايل. تمام، طيب هنبدا ان احنا نفتح بلاي ستور. تمام، وهنعمل سيرش على كلمة اوتلوك. تمام، هتلاقي طبعا سيبك من اول برنامج ده سبونسر، ده بيبقى اعلان وعادة بيكون مليان اعلانات جواه، عشان كده ايه لازم تركز انت هتنزل من انهو شركة. فاحنا هننزل على مايكروسوفت اوتلوك. تمام، هندوس انستول، هيبدأ ان هو ينزل البرنامج زي ما احنا شايفين، هو مساحته كبيرة شوية بس اوكي. بعد ما ينزل البرنامج هنبدأ ان احنا ننزل الايميلات الخاصة بيه. هتلاقي الايقونة بتاعته نزلت عندك، تعمل اوبن زي ما انت شايف كده، هتلاقي ايه ويلكم تو اوتلوك، هتدوس على اد اكونت. طيب بعد ما ندوس على اد اكونت هندوس، بيقول لك انت عايز تضيف ايميل على جوجل ميل يعني، هقول له اوكي، او بيقول لي انتر يور ايميل، هنكتب الايميل بتاعنا الخاص بينا، عبد اوريدي متسجل اهو، كونتينيو. بعدين هيبدا ان هو يدخلني على صفحه ثانيه ويقول لي انا هبعت لك يعني زي تاكيد على ميلك، فانا هدوس اوكي. بيقول لي اكتب طبعا الميل الخاص بيا، طبعا ده سكيورتي طبعا. نكتب الايميل الخاص بينا، اوكي، سند كود، ابعت لي كود على ايميلي الخاص بيا، ساين ان. تمام، زي ما احنا شايفين كده هتلاقي ايه الايميلات نزلت عندك، وهنا بيقول لك عايز تدخل اكونت تاني. طبعا خلينا دلوقتي نشوف، هقول له بعد كده هبقى انزل ايميلات. طبعا هنا زي ما احنا شايفين بيقول لي انيبل نوتيفيكيشن، اقول له نو مش دلوقتي. هتبدا تلاقي كل الايميلات نزلت عندك. طيب عايزين نضيف ميل على الجيميل، هقول له اد اكونت، اد ايميل، طبعا هيعرض لي الايميلات الخاصه بيا على الجيميل. هنختار الايميل بحيث ان هو يعمل لينك بينه وبين الميل. هنا طبعا بياخد منك اذن ان الاوتلوك بتاع الموبايل عايز يعمل اكسس على الجيميل بتاعك، هتدوس اوكي. تمام، هنا طبعا ايه بيقول لي ان هو هيعمل اديت، يعني قائمه بالاذونات اللي هو هيحتاجها. هروح طبعا هقراها بشكل سريع كده، وبعد كده هروح دايس اوكي. زي ما احنا شايفين هنا بدا ان هو يحط لي الميل الخاص بيا على الجيميل، بيحطه على الاوتلوك. اصبح دلوقتي عندي الايميلين اهو، ده الايميل الاولاني على الاوتلوك وده الايميل الثاني. طبعا كل الرسائل هتبدا ان هي تنزل هنا. طيب الجزء الثالث ازاي نعمل ايميل. طبعا عندك من الاوتلوك هنا تقدر ان انت تعمل بلس وتدوس كرييت نيو ميل. تمام، وهتكتب طبعا زي ما احنا شايفين هيقول لي انت عايز تعمل كرييت ميل، هقول له اوكي، هقول له مثلا اسمك وليكن بهلول. تمام، ايا يكن يعني اي اسم، وهتختاروا انتوا عايزه ات اوتلوك ولا ات هوت ميل. طبعا دلوقتي الاوتلوك هو اللي يعتبر اكثر انتشارا. وبعدين هندوس نيكست، هنا بيقول لي كرييت باسورد، هكريت له باسورد. نيكست، هنا بيقول لي اوكي، بيقول لي اسمك الاولاني ايه، هقول له اسمك الاخير. نيكست، هيبدا يقول لك اديني تاريخ الميلاد، هبدا ان انا ايه اكتب تاريخ الميلاد بتاعي. بعدين نيكست، هنا بقى بيقول لي عشان زي اماره كده ان انا مش روبوت، فبيقول لي حدد اتجاه الكرسي بحيث يبقى اتجاه اليد اللي موجوده هنا. تمام، زي ما احنا شايفين اوكي. خلاص كده مبروك عليك ان انت سجلت الايميل الخاص بيك. تمام، طيب هتلاقي اوتوماتيك الميل خلاص نزل على الاوتلوك. طبعا هيعمل لودنج هنا، هينزل لي الايميل على الاوتلوك بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام، اصبح عندك ايميل اهو. عايز تغير الميل هتدوس كده، عايز تغير الميل هتدوس كده. تمام، وطبعا هنعرف بقى في المرات اللي جايه انت ازاي تبعت ميل سواء من اللابتوب او من الموبايل. شكرا.